دوب جايبه هالولد، هذا الولد بده يعيش بلا اب، لا ما بقدر. وامه ممكن تروح لبيت اهلها وتاخذ هذا الولد، لا هذا ابننا ونحن عنا خلاص، يعني خصوصا انه صبي شايل اسمنا، شايل اسم عائلتنا. قلت لها لك انت شوفي لقلك شغله، انت بدك تتزوجي اخوه. هي بالبدايه قالت لي ما بعرف، بس انه انا ما بقدر، ويعني بلشت بدها تعطي رايها. قلت لها شوفي يا حبيبتي، ابننا ما بيعيش بعيد عنا ابدا، نحن عنا حفيدنا بالدنيا كلها، وبعدين هذا ابن ابني وانا ما بتركه، بده يعوضني عن ابني. انا اذا ما شفتك اليوم قدامي بجن. خلاص بدك تتزوجي اخوه. حكيت مع ابني الثاني وقلت له بدك تتزوج مرت اخوك. ابني ما عارضني، قال لي اللي بدك اياه يا امي، وهذا الشيء ما غلط، بالعكس نحن عنا ابن اخونا شايفينه وما مصدقين. والحمد لله رب العالمين، لا هي عارضتني ولا ابني عارضني، وزوجتهم وكنت طاير عقلي فيهم. وبعد فترة جابت لنا بنت، الحمد لله. يعني بنت، بس شو بدنا نساوي، كله من رب العالمين، وقلنا لحالنا بعدين بتجيب الصبي. وبعد فترة بيتوفى ابني الثاني. انا ما بعرف شو صار لي، يعني هون بلشت انه انا فعلا حسيت حالي كبرت 50 سنة لقدام. بلشت الامراض وضغط وسكر وما بعرف شو، كتير بلشت اتعب، اقول لحالي شو هاد، والناس بالضيعة كلياتهم يقولوا لي عين يا اختي، انه انتم ما شاء الله من زمان العين عليكم والحاسدين حواليكم كتار، اموركم كلياتها تمام، واللي صار لإلك ولأولادك ما صار لحدا. انا بلشت انهار وما عاد فيني، ما بقي عندي غير هالشاب الاخراني. يعني صرت بدي داريه برموش عيوني، والله لما يطلع من البيت خاف عليه. يعني اتمنى انه انا اذا بقلكن لدرجه انه انا بدي رافقه بكل خطوه بيخطيها. وقلت لحالي بدي زوجه انه خلص مرت اخوه لحتى يحافظ على الولد وعلى البنت من اخواته. بعدين هيك قلت يا الله، معقول تكون هالمخلوقه، يعني مثل ما بيقولوا فال مو حلو على اولادي، معقول تكون هي النحس منها؟ لا لا، ما بدي ادخل بهيك قصص، استغفر الله العظيم. شو هاد؟ بلشت احكي يعني للي حوالي، اسمع